عرس افتتاح ملعب الشعب الدولي. شهد إقامة لقاء القمة الجماهيري بين الزوراء ومنافسه المعهود القوة الجوية في أجواء أعادت إلى الأذهان أيام الدور العراقي الجميلة. الزوراء بكر بالضغط وكاد أن يتقدم بالهدف الأول في الدقيقة الأولى من زمن المباراة، إلا أن رأسية هشام محمد وجدت أحضان الحارس الشاب صقر عجيل، واستمر اللعب سجالا هجمة هنا وأخرى هناك حتى حانت الدقيقة 20 التي شهدت تقدم الزوراء بهدف عبر رأسية علي سعد الذي منح التقدم للنوارس لتنطلق أفراح جماهير الزوراء. وأشن الجوية عدة هجمات من أجل إدراك التعادل الذي كاد أن يتحقق في الدقيقة الأخيرة للشوط الأول عندما تلاعب أمجد راضي بمدافعي الزوراء قبل أن يسدد كرته التي مرت بجوار القائم لينتهي الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدف وحيد. وفي الشوط الثاني بكر الجوية بطلعاته الهجومية بقية إدراك التعادل والذي لم يتحقق عندما استبسل أحمد علي في إبعاد الركلة الحرة التي سددها أمجد راضي. ووسط هجمات الصقور لاحت عدة فرص للزوراء لزيادة غلته من الأهداف، إلا أنها هي الأخرى لم يكتب لها النجاح. المباراة دخلت منعطفا آخر عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء بوجه قائد القوات الجوية جاسم غلام لإعاقته مهاجم الزوراء ليعمد غلام بالدخول بمشادة مع حكم المباراة في مشهد عكر صفو القمة الجماهيرية، لتتوقف المباراة بسبب قيام جمهور النادي العريق برمي الملعب بالقنان الفارغة في مشهد لم يتمنى الجميع مشاهدته. ورغم النقص العددي بادر الجوية بالهجمات التي كادت أن تعادل كفته مع الزوراء، إلا أن انفرادة حمادي أحمد كان لها حامي عرين الزوراء بالمرصاد ليعلن فوز فريقه في هذه القمة الجماهيرية الكبيرة لتنطلق أفراح جماهير النوارس بتحقيق النتيجة الأغلى لهم هذا الموسم، ألا وهي الفوز على صقور القوات الجوية والانفراد بصدارة المجموعة الجنوبية.